بما ان البرجر بانيه او الكفته البانيه والبرجر المشوي طلب جماهيري دايما عند الولاد، ودايما بيحبوا كمان يشتروه من بره. فاحنا النهارده هنعمله لهم في البيت بكل سهوله. مقادير اقتصاديه جدا جدا. نص كيلو بانيه او صدر فرخه يا جماعه، هنعمل بيه كميه ما شاء الله، اللهم بارك، هتكفيهم مره واتنين. تعالوا بينا نسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ونبدأ في وصفتنا. بس في الأول أنا ولاء ودي قناتي، لو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. ما تنسوش اللايك يا جماعة عشان الفيديو يترفع والكل يشوفه. في البداية هنجيب نص كيلو من البانيه، طبعا غاسلينه ومصفيينه ومظبطينه. بعد كده هناخده نفرمه، مش هنفرم فرم جامد عشان انا عاوزة برضو طعم الفراخ يبان كويس قوي في الوصفة. عليه بقى بصلاية كبيرة او بصلتين متوسطين، وعليه الخطوة دي اختياري نص كوباية من الجبنة بقى جبنة رومي، جبنة تشيدر، جبنة موتزاريلا، اللي انتوا حابينه. وعليهم فصين من التوم. إضافة الجبنة يا جماعة بتدي طعم حلو جدا للبرجر، لكن كمان نقدر نستغنى عنها. وعليهم 3 معالق من أي زيت نباتي موجود عند حضرتك. كل المقادير سهلة وبسيطة وهتعملوا الوصفة في الإنجاز. دول معلقتين من الحليب الرايب، ودول بيخلوا العجينة تطلع جوسي كده وطرية وتحفة. لو مش موجودين هنضيف معلقتين من الزبادي. وهنضيف عليهم 3 معالق كبار من البقسماط الناعم اللي هو بنحمر بيه البانيه. وعليهم المكون ده حلو قوي وبيدي طعم حلو جدا، وهو الهوت صوص. هنضيف عليهم حوالي معلقتين كبار كده من الهوت صوص، ودي معلقة صغيرة من الملح. كل نص كيلو من البانيه بياخد معلقة صغيرة من الملح، بيطلع ملحها مظبوط جدا جدا. ونص معلقة من الفلفل الأسود، نص معلقة من الكزبرة المطحونة، ونص معلقة من الزعتر. الزعتر خطير مع الفراخ. لما تحبوا تعملوا فراخ مشوية دايما ضيفوا لها زعتر، هيدي طعم تحفة جدا. وكمان أي كفتة بقى فيها فراخ أو كده بيدي طعم حلو جدا بجد. وكمان نص معلقة من الكاري، لو مفيش كاري بهارات فراخ، لو مفيش ده أو ده ممكن مكعب مرقة. نص معلقة من السكر، ودي بتظبط الطعم جدا جدا. الخطوة بقى المهمة قوي هنا اننا لازم نعجن الخليط ده كويس قوي قوي. كل ما خلطناه حلو وعجناه كويس كده وسمغناه مع بعضه بيدينا نتيجة ممتازة. كده خلاص، بعد ما ظبطناه هناخده بقى كده نغطيه بكيس بلاستيك وندخله التلاجة مش اقل من ساعة عشان يتماسك ونعرف نشكله بسهولة. وبعد ساعة هنخرجه من التلاجة ونبدأ نشكله بقى على شكل أقراص البرجر العادية، أو نعمله صوابع زي الكفتة كده، عشان هي في الأساس هي وصفة الكفتة البانيه. خلاص، واحنا بنشكله بقى قدامنا حاجة من اتنين: يا إما نبل إيدينا في مية، طبق فيه شوية مية، أو في طبق فيه معلقتين زيت. أنا هنا استخدمت مية وكانت منجزة وكويسة جدا، فنوفر بقى الزيت. خلاص. او ممكن كمان بشكله في مكبس البرجر بالشكل ده، وانا حبيت الطريقة دي جدا علشان المكبس بتاع البرجر بيطلعها كده متساوية، طبعا بيديها شكل تضليعات البرجر كده وبتبقى حلوة جدا. اللي ما عندوش هيشكلها على ايديه عادي زي ما انا عملت في الاول. هندخله برضو التلاجة بعد ما شكلناه نص ساعة كده بس، عشان نعرف نغطسه بقى في البيض واللبن والحاجات دي. بيضة بقى وعليها معلقتين حليب او معلقتين مية وملح وفلفل اسود. وهنبدأ نعمل الكفر بتاع البانيه العادي خالص اللي كلنا متعودين عليه. انا هنا استخدمت للغلاف اللي بره، او للكراست اللي بره الكريسبي اللي بنجيبه من عند العطار. نقدر نستخدم بقى بقسماط ناعم، ممكن كمان نستخدم البانكو. اي حاجة متاحة عندنا هتنفع. تركة حلوة قوي عايزة انبهكوا ليها: اننا ما بنحطش ايدينا واحنا بنبل البرجر جوه البيض. ما بنحطش ايدينا خالص، لان لو حطينا ايدينا هنهدر كمية كبيرة جدا من الكريسبي او من البقسماط بتاعنا. لكن كده بقى ايدينا بتفضل ناشفة وكويسة واحنا بنحطها في الكريسبي، وبالتالي بنحافظ عليه لحد الاخر واحنا لسه معانا كمية كويسة. شكلته برضو كده، ممكن بقى هنا ندخله الفريزر ونطلعه عند الاستخدام، وبنخرجه من الفريزر نقليه وهو مجمد عادي زي ما هو. او انا كنت هستخدمه في اليوم ده على طول، فدخلته التلاجة برضو نص ساعة على ما الزيت سخن بقى وظبطت الدنيا كده. الزيت بيكون سخن في الاول، وببدأ اهدي النار لما بنزل البرجر جواه علشان يستوي كويس قوي من جوه. بيطلع يا جماعة كريسبي بقى ومقرمش، وريحته بتقلب البيت حرفيا. وإضافة الجبنة بتدي كده طعم خطير للخلطة بتاعته. بتبقوا فعلا مبسوطين كده وانتوا بتاكلوه. الوصفة موفرة ما شاء الله، وادتني كمية حلوة جدا. ما تحطوش كتير في الطاسة عشان ما تبردوش الطاسة لو حابينه يطلع مقرمش وحلو معاكم. البرجر المشوي معلقتين كده من الزيت ومعلقة من الزبدة،
وببدأ بقى ايه اسخنهم كده وانزل فيهم بالبرجر بتاعي، وتقليبه من على الوش ده وتقليبه من على الوش ده، بيطلع معانا بقى بالروعة اللي احنا شايفينها دي. يا جماعة الوصفة حقيقي تستحق التجربة، موفرة ومنجزة وكل البيت هيحبها، والولاد هيدعولك وهيشكروكي عليها كمان. زي ما قلت ينفع نفرزها ونطلعها كده وقت الاستخدام، تنفع لللانش بوكس، للرحلات، لكل حاجة. كده يكون خلص فيديو النهاردة، أتمنى إن شاء الله إنه يكون عجبكم. أشوفكم فيديو جديد على خير، والسلام عليكم.